كلشي كيدوز بالغش، كلشي كيدوز بالنقيل. الغش يسود في مباراة التعليم، وتسريبات في مواقع التواصل الاجتماعي. الفيسبوك والمجموعات في الواتساب عدد لا يحصى من التسريبات. والمؤلم في القضية هو أن المعنيين بالأمر هم أساتذة المستقبل. أن اللي كيغش كيفاش غادي يخدم بالنزاهة طول حياته كاملة؟ هذا أمر غير مقبول بتاتا. النجاح بأي طريقة ولو كان بالغش، أهكذا ستعلمون الأجيال الصاعدة؟ أين الكفاءة؟ أين الضمير؟ أين القدوة؟ وكذلك برهنتم على مستواكم اليوم. وأين هي هذه الشفافية التي اتخذتموها كشعار من أجل جودة في التعليم؟ ولا ننسى أن المغرب يحتل المرتبة ما قبل الأخيرة من ناحية جودة التعليم. كامل عاد المغرب جا تحت من فلسطين. كلشي كيدوز بالغش، كلشي كيدوز بالنقيل. أنا ما عرفتش هذه الجودة فين غادي تكون. والغريب في الأمر أن في مرحلة الانتقاء تم اختيار طلاب بميزة مقبول وأصحاب مستحسن وحسن. لا، بغينا نعرفوا غير السبب علاش ما اختاروناش، حيت كاينين شي وحدين اللي عندهم غير مقبول ودازوا. في الانشقاء كاين الناس اللي جابوا واحد النقطه اللي هي هابطه ونتقاوهم، وكاين الناس اللي جابوا مونسيو وجابوا نقاط طالعين وما نتقاوهمش. لكن فين كيكون حرام واضح؟ لما كتمشي تشري الخدمه ديال مباراه فيها مباراه كونكور، لانه هذا فعلا كتدي بلاصه ديال واحد اخر. والسؤال المهم: من المسؤول عن هذه التسريبات؟ وما المعايير التي اعتمدها الأطر في انتقاء الطلاب؟ واحد من ولاد الشعب يستحق يكون من 20 وبسبب فلوسك انت ما كانش من دوك 20، انت ظالم وهذه الشوا. كنتمناو ان اللي شاف هذا الفيديو هذا يحاول يبرك على ديك الجيم، راه فابور.